الفيديو ده هدية للمدلسين والكدابين واللي بيضحكوا على نفسهم وتعودوا يخدعوا نفسهم، أو للدقة للي بيخدعوا ويضحكوا على جمهورهم. وتقدر تقول كمان إن الفيديو ده للكذابين اللي بيكرهوا الأهلي أكتر ما بيحبوا فريقهم. المدلسين والجهلاء دول بيقولوا إنه تم تأجيل 8 مباريات للأهلي عشان يلعب في دوري أبطال إفريقيا، وإنه ما تأجلش مباريات للوداد المغربي ولا للترجي التونسي وغيرهم، وإن اتحاد الكرة سهل للأهلي مهمة الفوز بدوري الأبطال. تخيلوا إن المدلسين والجهلاء زعلانين من أجل أندية إفريقية ونسيوا إنهم مصريين والأهلي هو كبير أندية مصر. عموما الدوري المغربي بدأ يوم 2 سبتمبر 2022، وده دوري مكون من 16 نادي يعني 30 أسبوع. دوري جنوب إفريقيا بدأ يوم 5 أغسطس 2022، وده مكون من 16 نادي يعني برضو 30 أسبوع. أما الدوري التونسي فبدأ يوم 8 أكتوبر 2022، وكان من مجموعتين، كل مجموعة من 8 أندية، يعني كل فريق لعب 14 مباراة، وصعد أول 4 أندية لدور البطولة اللي كان مكون من 8 أندية، يعني كل فريق لعب 14 مباراة. إذن الترجي لعب 28 مباراة في الدوري التونسي. يعني الخلاصة إن دوري جنوب إفريقيا كان عبارة عن 30 أسبوع، ودوري المغرب كان 30 أسبوع، ودوري تونس كان 28 أسبوع. أما الدوري المصري فهو 34 أسبوع، وده بدأ يوم 18 أكتوبر 2022، وده طبعا مكون من 18 نادي. تخيلوا إن الدوري المصري اللي هو أطول من دوريات الفرق الثلاثة الأخرى اللي وصلت لنصف نهائي دوري الأبطال، لأن زي ما قلنا مصر 34 أسبوع، المغرب وجنوب أفريقيا 30 أسبوع، وتونس 28 أسبوع. إذن بالمقارنة فالدوري المصري هو الأطول من دوريات الفرق الثلاثة الأخرى اللي تأهلت لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأنه زي ما قلنا إن مصر 34 أسبوع، المغرب وجنوب أفريقيا 30 أسبوع، وتونس 28 أسبوع. ومش كده وبس، ده مصر بدأت الدوري بعد الثلاث دوريات التانية اللي هم تونس والمغرب وجنوب أفريقيا، لأنه جنوب أفريقيا بدأت الدوري 5 أغسطس، إنما المغرب بدأت 2 سبتمبر، وتونس بدأت يوم 8 أكتوبر، إنما مصر بدأت يوم 18 أكتوبر. وبعد ده كله يجي الكذابين والجهلاء ويتكلموا عن مجاملة للأهلي. طيب تعالوا نشوف مباريات الأهلي منذ بداية الموسم. الموسم ده بدأ بماتش دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا ذهاب وإياب، وكانت البداية يوم 9 أكتوبر 2022، يعني قبل بداية الدوري مباشرة. ومن الوقت ده وحتى نهاية الدوري اللي لسه شغال دلوقتي ومعاه مباراة دور ال 16 لكاس مصر اللي هتكون يوم 30 يوليو، فتخيلوا إن الأهلي لعب 17 مباراة بفاصل 72 ساعة بس، يعني يومين راحة ويلعب في اليوم الثالث، ولعب 17 مباراة تانية بفاصل 96 ساعة، يعني 3 أيام راحة وبيلعب في اليوم الرابع. أما الفوارق اللي تم وضعها بين مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة الإفريقية فكانت طبقا للائحة الموجودة من قبل بداية الموسم، واللي كانت مطبقة على كل الفرق، يعني كان هيستفيد منها أي فريق هيتخطى دور المجموعات، لأنه مستحيل إنه أي فريق يلعب على ملعبه يوم السبت ويقوم لاعب بعدها ماتش في الدوري في نص الأسبوع ويجهز نفسه للسفر عشان هيلعب يوم السبت التالي خارج مصر. يعني كان من المستحيل إنه أي نادي يلعب ماتش في النص ما بين السبت والسبت وبينهم سفر، ودي لائحة اتعملت لكل الفرق مش اتعملت للأهلي وبس. يعني أي نادي كان هيصعد للأدوار الإقصائية كان هيستفيد منها وده حقه. فاللائحة كانت واضحة تماما، وكانت بتقول إنه مباراة الدوري قبل أو بعد المباراة القارية المقامة بمصر ب3 أيام، وهتكون قبل أو بعد المباراة القارية المقامة خارج مصر ب4 أيام. ومؤكد بقى إن إحنا مش هنغير اللائحة، لأنه بسلامته حصال الدوري المجموعات 3 سنين ورا بعض. اللي موجود على الشاشة دلوقتي هو الجدول الكامل لمباريات الأهلي منذ بداية الموسم، والجدول ده وحفظا للحقوق أعده الأستاذ محمد مصطفى المعد بقناة النادي الأهلي، وزي ما انتم شايفين مفيش فيه أي ثغرة واحدة لوضع أي مباراة على طول الجدول. كل التواريخ واضح إنه متسكن فيها مباريات بشكل يدعو للشفقة على لاعبي الأهلي، لأنه تقريبا مفيش راحة على مدار الموسم كله. لكن الكذابين والمدلسين
محاطين بإعلام المختلط واللي عارفين الحقيقة كويس بيتعاملوا مع جمهورهم بالطريقة اللي بتريحهم. هم جميعا بيحبوا يعيشوا في دور المظلومية، وعمرهم ما بيعترفوا بالحقيقة ولا بيواجهوا الموقف بشجاعة. وأسهل حل قدامهم كلهم هو الكذب، وإن أنت تبحث عن حجة تداري بيها فشلك، وبالمرة تجامل رئيس العزبة عشان ما يظهرش قدام جمهوره في ثوب الفاشل. تحياتي.